بيبتدي فيلمنا مع آني اللي بتكون كاتبة مشهورة في مجلة نسائية بتتكلم عن كل ما يخص المرأة وبس. وبتبدأ آني تحكي لنا عن نفسها وبتقول إنها بتحب خطيبها لوك جدا لأن هو الشخص الوحيد اللي بيحبها ومتمسك بيها رغم عيوبها، ورغم إن راجل أعمال وغني جدا وكل البنات بتتمناه إلا إنه بيحبها هي وبس. وبنشوفهم وهم بيشتروا فرش البيت عشان فرحهم خلاص قرب وفاضل لهم شهر واحد بس على جوازهم. بس لحظتها مسكت سكينة حادة وشافت نفسها وهي بتقتل لوك وبتطعنه بالسكينة والدم بيغرق هدومها. وبعد ما اشتروا الحاجات راحوا يتغدوا في المطعم، وهي طول الوقت كانت عمالة تمثل وتاكل ببرستيج أهل يعني عشان الدايت ما يبوظش. ولما قام لوك دخل الحمام هي على طول اتحولت لغزالة متوحشة وأكلت البيتزا كلها على بق واحد، وكمان كبت العصير على الترابيزة. ولما رجع لوك هي فهمته ان الجرسونة كبت وهي العصير وبتشيل الاكل. وطبعا هي كسبت الكذبة دي عشان هو ما يفهمش انها اكلت البيتزا، يعني عشان يفضل فاهم انها بتحافظ على جسمها ورشاقتها. وفي اليوم اللي بعده بتخرج تتفسح شوية وتغير جو مع صاحبتها الوحيدة والمقربة اللي اسمها نيل، وبتعرفنا عليها وبتقول انها بتعتمد على نفسها في حياتها المادية والاجتماعية، خصوصا بعد ما سابت بيت اهلها عشان تكمل تعليمها. بس ساعتها وهم في المترو الكهرباء بتقطع، فهي بتخاف وبتبدأ تحصل عندها هلوسة تانية وبتشوف عصابة بتهاجمهم وبتقتلهم. هنا بنكتشف انها مريضة نفسيا. وتاني يوم الصبح بتروح المجلة زي كل يوم، وهناك بناخد بالنا ان كل اللي شغالين في المجلة دي ستات وبس. المشكلة ان في نفس اليوم ده جالها مخرج افلام وثائقية اسمه ارون وطلب منها تشارك معاه في تمثيل فيلم وثائقي عن الجريمة اللي حصلت في مدرستها الثانوية برينتلي. بس أنا رفضت، وبعد ما خرج المخرج من عندها دخلت بسرعة على جهاز الكمبيوتر وبحثت تاني عن الجريمة. ووقتها بتلاقي منشورات بتقول ان الطالبة اني هي اللي تسببت في الجريمة وبدأت بإطلاق النار. هنا بترجع اني فلاش باك 15 سنة بالزمن لورا، ويومها بنشوف والدة تيفاني وهي بتوصلها للمدرسة اللي انتقلت لها جديد في أول يوم في السنة الدراسية الجديدة. والحقيقة إن المدرسة دي كانت مدرسة انترناشونال، يعني كل الطلاب اللي موجودين فيها أولاد ناس أغنياء ومشاهير جدا، وعشان كده اني كانت حاسة إنها أقل منهم. وطبعا هما كانوا بيتنمروا عليها وشايفينها واحدة فقيرة وسطهم. فالبنت بتحاول تدافع عن نفسها وبتقول لهم انها جت تدرس هنا بعد ما ذاكرت وتعبت واجتهدت وقدرت تفوز بالمنحة الدراسية. وبعد ما بيخلص الفلاش باك بترجع أنا للحاضر وهي قاعدة بتتفرج على لقاء المؤلف المشهور اللي اسمه دين واللي كان موجود معاهم في نفس المدرسة الثانوية. لحظتها بيوصل حبيبها لوك اللي بيقول لها انه اترقى في الشركة اللي هو شغال فيها، والمفروض انه منصبه الجديد هيكون في لندن، والافضل انها تسافر معاه لان هناك هيكون مستقبلهم افضل من هنا بكتير. بس هي ما كانتش موافقة لانها لو سافرت هتخسر شغلها، خصوصا ان في احتمال كبير انها تترقى وتبقى هي المديرة الجديدة للمجلة. بس برضه لوك بيستمر في محاولة اقناعها وبيقولها ان شغلها هناك هيوصلها لمكان احسن واسرع من هنا. وفي اليوم اللي بعده بتكون اني بتقيس فستان الفرح مع صاحبتها نيل اللي بتكون مش مصدقه انها هتشارك في الفيلم الوثائقي ده عشان بس تنتقم من دين. فردت عليها اني وقالت لها انها لسه ما قررتش هتشارك في الفيلم ولا لا. واثناء كلامهم بيتصل عليها المخرج ارون وبيسيب لها رساله وبيسالها فيها اذا كانت فكرت وقررت هتشارك ولا لا. فهي اتصلت على ارون وعرفته انها هتشارك معاه في الفيلم. تاني يوم في المجلة بتبلغها المديرة إن جالها عرض عمل في مجلة نيويورك تايمز وعايزينها هي بالاسم. فأني بتفرح جدا لأن العرض ممتاز وكان نفسها فيه من زمان. ولما بيجي الليل بتخرج مع لوك عشان يسهروا مع أصحابه ويغيروا شوية جو. وهناك بتتفاجئ بأن صديق خطيبها اللي اسمه جون كان مدرسها والداعم ليها في المدرسة الثانوية. ومش كده وبس، ده واقف جنبها وساعدها حاجات كتير. ولما بيقعدوا مع بعض بيعرفها جون إنه هيشارك في صناعة الفيلم الوثائقي، وبيقول لها انا بتمنى انك تكوني معايا في الفيلم. فردت عليه وعرفته انها هتشارك فعلا. لحظتها لوك بيتضايق من كلامها لانها فاجئته، وبعد ما بتنتهي السهرة بيحاول يقنعها ما تشاركش في الفيلم وتسافر معاه لندن، وهناك شغلها هيكون احسن وهتقدر تعمل ماجستير في الفنون الجميلة زي ما كانت بتتمنى. ومش كده وبس، دي كمان هتقدر تألف كتاب خاص بيها وهتقدر تحقق من وراه ارباح مهولة. فهي كمان اتعصبت عليه وقامت بينهم الخناقة لانها شايفه انه مش بيفكر غير في الفلوس وبس. وبعد ما خلصت الخناقه ما بينهم نزل لوك وسابها في التاكسي لوحدها، وهي وقتها رجعت فلاش باك للماضي وبنشوفها وهي سهرانه وبتحتفل مع اصحابها اللي في المدرسه. وبما انها افقر واحده فيهم فكانت هي بالنسبه لهم كبش الفدا اللي بيتنمروا عليها وبيتلذذوا جدا بتعذيبها. ومش كده وبس، دول كمان بيحطوا لها مخدر في الويسكي وبيعتدوا عليها وبيغتصبوها اغتصاب جماعي.
وكان من ضمنهم الحقير دين وشاب تاني اسمه ليام والتالت باركر. لكنها في الآخر قدرت تهرب منهم، وعلى طول راحت لمدرسها جون اللي بيساعدها وبياخدها على شقته، وهناك بيقترح عليها تحكي اللي حصل لأمها يمكن تقدر تقف جنبها وتجيب لها حقها، لكنها بترفض. وفي النهاية بنعرف إن اغتصابهم ليها هو اللي سبب لها عقدة نفسية. تاني يوم في الحاضر بنشوفهم كلهم متجمعين مع العيلة، ووقتها بتوصل والدة لوكي اللي كان واضح من شكلها إنها مهتمة جدا بنفسها. عشان كده أني بتبقى مقروفة منها، وبتقول لنا إن حماتها اللي اسمها مايا كانت وما زالت ست متصابية جدا، لدرجة إنها عملت علاقة مع 20 شاب في وقت واحد. المهم إنهم في الآخر بيفضلوا يدردشوا مع بعض، وساعتها مايا طلبت منها تعمل لها عصير، ورغم إنه طلب صغير إلا إن أني غضبت وزعلت ورمت عليها بالكلام وهي ماشية، وقالت إنها ست تافهة. المصيبة إن الكل سمعها ومايا كان شكلها وحش على الآخر. بعدها أني سابتهم وراحت تتمشى شوية على شط البحر وتشم هوا نقي بعيد عن الحرابيق اللي قاعدة وسطيهم، فما راحت وراها وبدأت تتخانق معاها، وزعقت لها لما عرفت إنها هتشارك في الفيلم، وقالت لها انت لو شاركتي يبقى هتفضحي نفسك والكل هيعرف اللي حصل معاكي، تقصد اغتصابهم ليها. بس برضه أنا ما اهتمتش لكلامها وسابتها ومشيت. ولما جه الليل بنشوف لوكو هو بيعتذر منها عشان ما قدرش يفهمها وقت غضبها، وفي الاخر اتصالحوا. ولما طلع الصبح ما لقيتوش موجود جنبها، فقامت تدور عليه، ولما بصت من الشباك شافته بيكلم امه، فتوقعت انه قال لها كل اخبارهم وخناقاتهم اللي حصلت ما بينهم الفتره اللي فاتت. في اللحظه دي هي بترجع للماضي، وبنشوفها وهي راكبه العربيه مع ليام اللي كانت مرتبطه بيه ايام المدرسه، واللي كان واحد من ضمن ال3 شباب اللي اغتصبوها. بس المصيبة إن ليام كان شاف اللي حصل ما بينهم مش اغتصاب، وإنما كان وقت لطيف قضوه مع بعض مش أكتر. بعدها بتروح لمكتب أستاذ جون، وهناك بتلاقي المدير موجود، وبعد ما جون حكاله كل حاجة وعرفوا إن الشباب اغتصبوها بيبقى المدير عايز يبلغ الشرطة، بس عشان يعمل كده لازم أمها تعرف لأنها الوصي عليها، وعشان كده هي اللي لازم تقدم البلاغ مش حد غيرها. فالبنت بترفض تعرف أمها لأن أمها لو عرفت مش هترحمها وهتفضل تذلها في الجاية والرايحة، وبتسيبهم وبتقوم تجري على بيت صديقها أرثر، وده بيكون أقرب صديق ليها وعارف اللي حصل لها. وهناك بتلاقي أرثر قاعد مع صديقه بن، وبيحكي لها إن بن هو كمان اتعرض للتنمر على يد دين وليام، لكنه كان ضعيف وما قدرش ياخد حقه، فبن زعل منه من كلامه القاسي وسابه وروح بيته. في اليوم اللي بعده بيتعمد أرثر يدخل المدرسة وهو ماسك إيد آني عشان عارف إنهم مش هيسكتوا وهيرخموا عليهم، وده فعلا اللي حصل. بس أرثر مسكتش ومسك ليام واداله العلقة التمام. واخر اليوم بعد ما رجع البيت فضل يزعق لآني عشان ما بلغتش الشرطة واتنازلت عن حقها، وبكده هي إنسانة ضعيفة وما عندهاش كرامة، فهي كمان زعلت منه وسابته ومشيت. بعدها بنرجع تاني للحاضر وبنشوفها وهي رايحة تقابل أرون، وهناك بتبدأ تسجيل اللقاء، وبترجع تاني فلاش باك وبتفتكر نفسها وهي في كافيتيريا المدرسة وقت البريك، ومرة واحدة حصل انفجار فظيع في المكان، فكل الطلاب خافوا وهربوا من المدرسة ما عدا أني وبنت تانية اسمها بيس وليام، والتلاتة بيتحبسوا في الكافيتيريا وبيسمعوا صوت ضرب نار جاي من فوق، عشان يتفاجئوا بين نازل من فوق وماسك في ايديه بندقية، فبيعرفوا ان هو اللي فجر القنبلة وقتل عدد كبير من اصحابهم. فبسرعة كلهم بيستعدوا للهروب، لكنها قبل ما تهرب بتاخد سكينة وبتخبيها في هدومها عشان تحمي بيها نفسها. وقبل ما يخرج ليام كانت هي قفلت عليه الباب ورفضت تساعده، وكانت النتيجة ان بين قتله. ولما آني نزلت تحت لقت دين مصاب على الارض ومش قادر يتحرك من مكانه. مرة واحدة دخل عليهم أرثر وهو ماسك بندقية في ايديه، يعني طلع شريك بين في الجريمة، وطلب من بيس تهرب لأنه بيحبها ومش هيقدر يأذيها، وقرب من أني وادالها البندقية وقال لها إن ده أنسب وقت عشان تاخد بطارها منهم، وبيبقى عايزها تقتل دين. الغريب إنها ما قدرتش تقتله، فغضب أرثر وضربه رصاصة في رجليه، أما هي فطلعت السكينة من هدومها وطعنته في رقبته وخلصت عليه. وفي اليوم اللي بعده كانت جنازة جميع الطلاب اللي ماتوا، والأغرب إننا بنشوف أني وهي رايحة تقدم واجب العزاء هي وأمها، لكن الأمن رفضوا يدخلوها لأنهم شايفينها شريكة في الجريمة. هنا أمها عرفت إنها تم الاعتداء عليها، فزعقت لها عشان خبت عليها موضوع كبير زي ده، وأخدتها من إيديها ومشيت. وهي في العربية بتعرفها إنها هتقوم لها محامي يدافع عنها ويجيب لها حقها من عينين أهالي المغتصبين اللي اعتدوا عليها. ولسه بتكمل سرد القصة لقت دين مرة واحدة اقتحم عليهم الاستوديو، مع إن اليوم ده ما كانش معاه تصويره، والمفروض كان هيصور معاهم تاني يوم. وهي لما شافته اتجننت واتعصبت جدا وسابت المكان ومشيت. اما دين ففضل ينادي عليها لانه اصلا كان جاي عشان يتكلم معاها، وبيفضل ينادي عليها ويقول لها انه عايز يكلمها ومش هياخد من وقتها كتير، لكنها ما ردتش عليهم وخرجت من الاستوديو بسرعة.
وبعد ما ركبت العربية قعدت تكتب مذكراتها، وبتقول إنها بعد الحادثة دي أصرت أمها إنها لازم تكمل دراستها في نفس المدرسة، فأنا اضطرت تكمل فيها آخر سنتين. وبتقول إنها في السنتين دول كانت وحيدة أوي، لأنها تعبت نفسيا وكل شبر فيها كان بيفكرها بالحادثة. لحد ما في يوم من الأيام المدرسة كانت عاملة رحلة لنيويورك، وهناك بالصدفة شافت مديرة الجريدة اللي هي شغالة فيها حاليا واللي اسمها لولو، وساعتها انبهرت بيها جدا. وفي الحاضر بنشوفها آخر اليوم وهي رايحة اللوك، وبتقوله إنها فكرت كتير وفي النهاية قررت تسافر معاه لندن، وهناك هيبدأوا حياة جديدة. طبعا هو فرح جدا لأنه مصدق إنها وافقت، ووعدها إنها مش هتندم أبدا على القرار ده، لأنه واثق إن حياتهم هتكون في غاية السعادة. ولما بيطلع الصبح بتروح للمكتبة اللي بيجتمع فيها دين مع معجبيه وجميع القراء اللي متابعين كتاباته، وهو لما بيشوفها بيكون مصدوم ومش مصدق إنها جاية تتكلم معاه. عشان كده بيلغي الاجتماع وبيقعدوا هما الاتنين يتكلموا على انفراد. وساعتها هي بتسأله ليه اتبل عليها، وقال في اللقاء إنها كانت متعاونة مع أرثر وبين في تنفيذ الجريمة. فرد وقال لها إنه اضطر يقول كده عشان يجبرها هي كمان ما تعترفش في البرنامج وتقول إنهم اغتصبوها، لأنها لو عملت كده حياته الزوجية هتتدمر وبيته هيتخرب. وفي النهاية بيعرفها إنها لو سكتت هو هيسكت، ولو اتكلمت هيشيلها الليلة كلها. فوهمته إنها مش هتتكلم ومش هتعترف إنهم اغتصبوها ولا حتى هتكتب ده في مذكراتها، لكنها بعد ما طلعت ضحكت ضحكة خبيثة لأنها غفلته وطلعت مسجلة كل الحوار اللي دار ما بينهم. وبكده أصبح معاها الدليل اللي يثبت إنهم فعلا اغتصبوها ويجيب لها حقها. وبعد كام يوم بتسافر لندن هي ولوك، وبعد ما بيستقروا بنشوفها ويوم خطوبتها وهي بتلبس فستان جميل، وبتقول لنفسها إنها أخيرا لقت المكان والحياة اللي هي بتنتمي ليهم. وبتودع عن المراهقة اللي تم الاعتداء عليها في المدرسة، وبترحب بشخصيتها الجديدة وحياتها السعيدة. وبتفرح أكتر لما بتشوف مقالها الجديد نزل في الجريدة، والمقال ده كانت كاتبة فيه قصة الاعتداء عليها بأسماء الأشخاص والدليل اللي هو التسجيل الصوتي. ولوك لما عرف أخدها وخرجوا يتكلموا بره على انفراد، لأنه كان متضايق منها عشان نشرت الحقيقة كلها، وكان عايزها توعي السيدات بدون ما تكشف سرها. فطبعا كلامه ما عجبهاش وقامت بينهم الخناقة، عشان هي كمان تصدمه وتعترف له ان ارتباطها بيه كان هدف من ضمن اهدافها اللي كانت بتتمنى تحققها، وطول الفترة اللي فاتت دي كانت بتستغله. وبتنفذ غضبها فيه وبتطلع كل عقدها النفسية عليه رغم انها بتحبه. فهو طبعا اتصدم من الحقيقة، وكانت النهاية مؤلمة لانهم انفصلوا مع الاسف. وبعد ما سابها ومشي هي رجعت تاني للمدينة، ورجعت كمان تشتغل في نفس الجريدة اللي اشتغلت فيها، وبقت هي المديرة بتاعتها بعد لولو. وكتبت قصتها في كتاب، وكل السيدات اللي قروه تعاطفوا معاها وكتبوا لها تعليقات كتيرة على المنتدى، واعترفوا لها انهم تم في الاعتداء عليهم، لكنهم ما قدروش يفضحوا عن سرهم لان محدش هيقف جنبهم ويجيب لهم حقهم. ولحد هنا خلص الفيلم. سلام.